السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. أعود إليكم بعد فترة انقطاع. عارف إنها طولت، وللمرة اللي أرجو إنها تكون الأخيرة بعتذر لكم جدا عن انقطاعي عن متابعة القناة وعن نشر مزيد من الفيديوهات. وده زي ما قلت لكم قبل كده بيكون راجع إما لظروف الشغل وضغط العمل، وإما إلى الظروف الصحية اللي هي يعني الحمد لله أنا بخير. لكن يعني ما اخبيش عليكم، بدأ الجهد الذهني يبقى متعب شوية بالنسبة لي. يعني حتى في الكتابة بعاني من بعض المشاكل في محاولات الكتابة أو استكمال مشروعات أنا كنت كاتب منها جزء وعايز أكملها. بقى الجهد الذهني عندي يعني أقل قليلا في الفترة الأخيرة. مش عايز أطول عليكم. أنا كنت عملت من فترة استطلاع رأي على جروب الفيسبوك، وكان محور الاستطلاع عن ايه اللي انتوا عايزيننا نتكلم عنه الفترة اللي جاية. فأغلبية اللي شاركوا في الاستطلاع اختاروا كتابة المسلسل التلفزيوني، والحقيقة ده يعني صادف هوا في نفسي لأسباب هقول لكم عليها. أول سبب إنه السوق بقى طالب مسلسلات أكتر من الأفلام السينمائية. ده طبعا راجع لعدة أسباب، منها يعني سوق السينما اللي لا يخفى عليكم إن هو بعافية حبتين ثلاثة، واللي باين جدا إنه الإنتاج بقى قليل جدا، أقل من السنوات اللي فاتت بكتير. وبالتالي فرص التسويق في السينما بقت أقل كثيرا من فرص التسويق للمسلسلات التلفزيونية. الجانب الآخر اللي انتوا أكيد برضو عندكم فكرة عنه، ظهور العديد من المنصات اللي بتنشر في الغالب مسلسلات مش أفلام سينمائية. والعديد من هذه المنصات يقوم بإنتاج الأعمال بنفسه، يعني شاهد، واتشد، أكتر من منصة بتنتج ما يسمى بالأعمال الأصلية، اللي هي الأعمال اللي بتبقى من إنتاج الموقع نفسه. ده فتح مجال أكبر للكتاب إن هم يلاقوا فرص أكبر في تسويق أعمالهم الدرامية أكتر من مجال السينما بكتير. عشان كده لا أخفى عليكم إن أنا شخصيا يعني بدأت أركز أكتر في كتابة مشروع مسلسل أكتر من تركيزي على كتابة مشروع فيلم سينمائي، لأنه السينما بقت يعني سوقها معقد جدا، وما بقاش الواحد يعني بالبلدي كده عنده خلق إن هو يواجه هذا السوق بكل تناقضاته. عشان كده أنا اتفقت مع الناس اللي اختارت إن احنا نتكلم عن كتابة المسلسل التلفزيوني، لأن شفت إن ده هيبقى فيه فايدة أكبر ليكم، مش بس في طريقة الكتابة وتكنيك الكتابة في المسلسل التلفزيوني، لا، هيبقى في فايدة في فرص التسويق إن هي هتبقى أكبر بالنسبة لكم. وإن شاء الله موفقين دايما. ونفسي أشوف عمل لواحد فيكم ينجح ويكسر الدنيا، وهكون فخور جدا إنه طلع من القناة بتاعتي كاتب بقى عمله مهم وتنفذ وانتج والناس شافته واعجبت بيه. خلونا نتكلم يا جماعه عن اول خطوه في كتابه اي مسلسل تلفزيوني. كتابه المسلسل التلفزيوني بتبدا بسطر. سطر طبعا ده تعبير مجازي، اقصد بيه يعني كلمات قليله جدا، لكن مش سطر بمعنى ان هو سطر واحد في الورقه او على ملف الوورد. ممكن يبقى سطرين 3 سطور، لكن مضمونهم صغير جدا. السطر ده ممكن نسميه السطر الذهبي. السطر الذهبي ليه بقى؟ مش بس علشان هو اللي بيبني لك المسلسل، لا، ده هو اللي بيبيع لك المسلسل. بمعنى انه السطر ده لما بيقراه المنتج بيوافق انه ينتج عملك ويشتريه منك، او يرفضه ويعتذر لك. السطر ده هو المصيدة اللي انت بتجر بيها المنتج لملعبك وتخليه يقرا العمل بتاعك كاملا، ويبقى اميل ان هو ينتجه من ان هو يرفضه. وكمان مش بس كده، لما العمل ينتج ويتعرض، السطر ده هو اللي بيشد المشاهد انه يشوف العمل بتاعك ويتابعه،
خاصة في ظل العدد الكبير جدا من المسلسلات اللي بيتم إنتاجها على مدار الشهر، وكل يوم والتاني بتلاقوا منصات عاملة إعلانات عن مسلسل جديد نازل عليها وهكذا. ده طبعا غير المسلسلات اللي بتذاع على القنوات الفضائية. السطر الذهبي ده يا جماعة هو فكرة المسلسل باختصار شديد. وعايز أقول لكم إذا أنت ككاتب لم تتمكن من كتابة سطر ذهبي عن مشروع المسلسل بتاعك، يبقى الأفضل ليك دور على فكرة غير اللي أنت بتفكر فيها، لأنه الفكرة القوية المبتكرة لازم يطلع منها سطر واحد يكون جذاب جدا ومشوق جدا، يخلي أي حد يعجب بالفكرة بتاعتك. أنت نفسك هتعجب بالفكرة بتاعتك قبل ما تبدأ كتابة فيها. السطر الذهبي ده يا جماعة هو، لو أنتوا فاكرين لما شرحنا في كتابة الفيلم السينمائي قلنا إنه فكرة الفيلم بتبدأ بسيتويشن أو موقف، البطل بيبقى في أزمة معينة. الأزمة دي أو السيتويشن بتاع البطل لازم يكون، لو أنتوا فاكرين، جديد ومبتكر ويكون قابل للتنفيذ. أكيد أنتوا فاكرين الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها في فيديوهات كتابة السيناريو السينمائي. نفس الأمر ينطبق على المسلسل التلفزيوني، لكن هنختصر الموضوع كله في سطر. طيب ما تيجوا نتكلم عن مسلسل كلنا أكيد شفناه عشان يسهل علينا الموضوع شوية. أنا اخترت مسلسل اتذاع في شهر رمضان اللي فات وحقق نجاح كبير جدا، وهو في حقيقة الأمر يستحق هذا النجاح وأكثر. المسلسل ده هو مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي وإخراج محمد شاكر خضير وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، اللي هم كتاب السيناريو المعروفين اللي ليهم أكتر من عمل ناجح جدا وخدوا جوائز وبسم الله ما شاء الله عليهم. خالد دياب وشيرين دياب أنا لما بشوف اسمهم على عمل ببدأ أقعد أتابعه من غير ما أعرف الموضوع بيتكلم عن إيه. ده في المرحلة دي يا جماعة الكاتب بيتحول إلى علامة جودة. يقول لك أنا داخل أشوف فيلم بتاع وحيد حامد. وحيد حامد ده مش ممثل ولا نجم، ده كاتب، لكن من كثرة الأعمال المتميزة اللي هو قدمها للمجال الفني خلاص الناس وثقت فيه وبقت بتدخل العمل في السينما أو تشوف المسلسل في التلفزيون على اسمه. طيب بما إننا بنتكلم عن السطر الذهبي، ما تيجوا نفكر ونتخيل إيه هو السطر الذهبي اللي اتكتب لمسلسل تحت الوصاية. أرملة شابة ورثت عن زوجها مركب صيد في دمياط، تمام، وطبقا للقانون هي لا تملك أي تصرف في الميراث إلا بإذن من المجلس الحزبي، حيث أن جد أبنائها هو الوصي عليهم. تضطر بسبب المشاكل مع أهل جوزها إلى سرقة المركب والخروج بها إلى مكان آخر. طيب أنا عايزكم تتأملوا السطر ده. أنا لما تأملته قلت كده، وسامحوني في اللفظ، قلت يا ولاد الإيه؟ طبعا جديد جدا، جديد جدا ومبتكر وقوي، وينبئ عن صراع كبير وشخصيات مهمة هنشوفها. مش بس كده، يعني خالد دياب وشيرين دياب لما حبوا يعملوا مسلسل قوي ومتميز ما اعتمدوش بس على الفكرة الجديدة اللي ما فيش حد سبقهم ليها، لا اعتمدوا على المكان. المكان يعني ايه؟ المكان يعني المسلسل كله هيتصور في مكان اسمه عزبة البرج في دمياط. ده لوكيشن جديد تماما، ما فيش حد راح صور فيه مسلسلات. ممكن يكون اتصور فيه مشهد هنا او هناك ما نعرفش، لكن مسلسل تدور احداثه كاملة في المكان ده ما حصلش. وبالتالي هم دلوقتي معاهم يعني عربيتين بيجروا بيهم ناحية النجاح والمجد. العربية الأولى هي ابتكار الفكرة ومدى كون الفكرة مبتكرة وجديدة ولامعة. رقم 2 المكان اللي مش محروق بلغة أهل السينما، واللي أول مرة مسلسل هيدور في هذا المكان. وأنا شفت لقاء لشيرين دياب وخالد دياب مع منى الشاذلي، كانوا بيتكلموا عن اللحظة اللي شركة الإنتاج وافقت فيها على إنتاج تحت الوصاية. بيقولوا إيه؟
بيقولوا إن هم راحوا الاجتماع مع المسؤولين في الشركة ديت، وكان معاهم 3 أو 4 أفكار. 3 أو 4 أفكار. كل فكرة طبعا أكيد ده حصل هي عبارة عن سطر أو سطرين، لأنه شركة الإنتاج يا جماعة لما تعمل اجتماع وتطلب من المؤلف إنه يجي يعرض فكرته، ما بتبقاش مستنية منه إنه يحكي لها حكاية طويلة جدا. لا، هي محتاجة السطر ده، السطر الذهبي. فشيرين دياب قالت في الاجتماع إنه البطلة بتاعتنا عندها مشكلة مع المجلس الحزبي لأنها أرملة، والمفروض إن المجلس الحزبي هو اللي بيدير أملاك أطفالها اليتامى. فقالت إنه شركة الإنتاج سابت ال3 أفكار الأولانيين إحنا عرضناهم وقالوا إحنا عايزين دي. شوف البيع بقى سهل إزاي؟ البيع بقى سهل جدا. مجرد ما قلت كلمتين المنتج قال لك أمين، يلا نمضي مع بعض. وقد كان، ومضوا على الفكرة وكتبوها واتنفذت. وكما توقعت الشركة المنتجة، المسلسل عمل نجاح مهول جدا، ومنى زكي عملت واحد من أدوار عمرها في تحت الوصاية. عشان كده زي ما بقول لكم، قبل ما تبدأ توجع دماغك في أكتب المسلسل إزاي، والحلقة كام صفحة، والمشهد كام كلمة، والكلام اللي بيجي لي أحيانا في أسئلة على فيسبوك وعلى في كومنتات على الفيديوهات، قبل ما ترهق نفسك في التفاصيل الصغيرة دي، فكر أنت عندك سطر ذهبي ولا ما عندكش. لو ما عندكش سطر ذهبي، فكر في فكرة تانية عشان أوفر عليك الوقت. خلاص الفكرة دي معرفش تطلع منها سطر، خلاص تبقى هي فكرة ليست جديدة ولا متميزة ولا مبتكرة. انت ممكن تكتبها عادي، لكن هتواجه صعوبات شديدة في تسويقها وبيعها. وإذا وفقت وانتجت، لما تتذاع مش هتلاقي النجاح اللي انت مستنيه. ليه؟ لأن السطر الأولاني اللي انت كتبته ما كانش لامع وجذاب. هو ما جذبكش انت ككاتب. طب انت منتظر ليه انه يجذب المنتج ويجذب المشاهد في مرحلة ما بعد الانتاج؟ مش هيحصل طبعا. السطر الذهبي ده يا جماعة نجيبه منين؟ نجيبه من خيالنا. وارجع لكم تاني بالذاكرة ونرجع لورا لبداية ما بدأت القناة، وكنت بنشر فيديوهات عن ازاي تلاقي فكرة لفيلمك. فكرة الفيلم تنفع فكرة مسلسل. احنا قلنا ان اول مصدر من مصادر الفكرة سواء للسينما او للتلفزيون هي مشاهدات الواقع اللي حواليك. طب هثبت لكم بالدليل برضو ان الكلام ده صحيح 100%. الاستاذة شيرين دياب مؤلفة تحت الوصاية بالمشاركة طبعا مع شقيقها خالد دياب، قالت في الحوار اللي انا شفته مع منى الشاذلي انه فكرة تحت الوصاية اصلا هي كانت مشكلة شخصية ليها، لان هي ترملت، زوجها توفى، وبعد وفاته راحت البنك تسحب فلوس من رصيدهم. ففوجئت ان البنك بيقول لها انت مش من حقك تصرفي جنيه من الرصيد الا بموافقة من المجلس الحزبي، لان دي اصبحت اموال يتامى قُصّر. تمام؟ اذا الفكرة هنا جت منين؟ من الواقع اللي احنا عايشينه. سواء الواقع ده كان حصل لنا احنا كمؤلفين، او حصل لاخويا، او حصل لواحد صاحبي او لاختي، او لحد من اصدقائي، او لحد من جيراني، اي حد. الواقع حوالينا مليان بحكايات، مليان احنا كنز مليان افكار، تقدر تطلع منه فكرة تكتب منها سطر ذهبي. اذا كتبت السطر الذهبي فأبشرك إن أنت خلاص حطيت رجلك على أول طريق كتابة مسلسل تلفزيوني ناجح. الخطوة دي يا جماعة على قد ما تبدو إن هي سهلة وبسيطة، لكنها في غاية الصعوبة. وأنا شخصيا بواجه مشكلة كبيرة إن أنا أعثر على سطر ذهبي عن مسلسل أنا عايز أكتبه. بتجيلي أفكار كتيرة، لكن أفكار بتبقى أحيانا مشوشة، أحيانا بفقد حماسي ليها. ممكن تبقى فكرة يعني معقولة تتكتب، لكن لما بقعد أفكر فيها وأتأملها أقول لا، أنا مش عايز دي. لما أحاول أطلع منها سطر يكون جذاب ومبتكر ما بعرفش. ليه بقى؟ ده مش عجز مني، لأن الفكرة نفسها ما فيهاش القيمة. يعني ما هياش دسمة وسرية لدرجة إنك تلقط منها سطر يجذب أي حد يقرأ. ما فيهاش. فأنت يعني لن نحيي الموتى، الفكرة ميتة أو ضعيفة.
فانت مش هتعرف تطلع منها سطر ذهبي. دور على سطر ذهبي لقصة مسلسلك من مشاهدات الواقع اللي حواليك، من قصة أو رواية أنت قريتها، من فيلم عربي أو أجنبي أنت شفته. لكن مش معنى كده إن أنا بشجعك إنك تنحت أو تسرق، لا. لكن أي قصة بيبقى فيها خيوط رفيعة أحيانا بتوحي ليك بأفكار بعيدة تماما عن الفكرة الأصلية. يعني أنا ممكن أشوف فيلم بيتكلم عن قصة، وسط كلام الأبطال والمشاهد اللي أنا بشوفها أفاجأ بحاجة صغيرة، حدث صغير جدا أو حالي بفكرة ممكن أبني عليها عمل كامل. دي مش سرقة، لا، ده وحي. الأعمال إحنا في الآخر بناخد من مغرفة واحدة زي ما بيقولوا، إحنا بناخد من ينبوع واحد. الفكر الإنساني هو واحد على مدار قرون. فلما نشوف عمل واثنين وثلاثة، أكيد في عمل منهم هيوحي لينا بفكرة ممكن نكتبها. بالإضافة طبعا للكنز اللي أنا اتكلمت عنه من شوية، اللي هو المشاهدات بتاعتنا في الواقع اللي حوالينا، قصص أصدقائنا، المشاكل اللي بيتعرض ليها أهلنا وإخواتنا وأصحابنا. كل دي تصلح إنها تكون مشاريع لمسلسلات ناجحة. لكن حسب شطارتك، اختار الفكرة اللي يكون ينفع يطلع منها سطر ذهبي، تقدر انت تتحمس لكتابته، رقم واحد. رقم اتنين، تقدر تعرضه على منتج فيتحمس ليه. رقم تلاتة، تقدر لما ان شاء الله ينتج تحقق نجاح عند المشاهدين اللي هم في الاخر بيدولك شهادة الجودة، زي ما حصل مع شيرين دياب وخالد دياب، ان الجمهور بتاعهم اداهم شعار الجودة، فبقى اسمهم على اي عمل بيبيع. تمام. فخلونا نبدأ كتابة مسلسلات مع بعض. كل اللي عنده مشروع يبدأ كتابته معايا. أنا هنزل الكورس على مجموعة من الحلقات، هتكون طويلة شوية لأن أنا هاخد كل مراحل كتابة المسلسل. فخلونا نبدأ خطوة خطوة. تعالوا اللي حابب فيكم يبدأ كتابة مسلسل تلفزيوني، يبدأ يدور على هذا السطر الذهبي، الفكرة مكتوبة في كلمات قليلة، ويكون هو نفسه مقتنع إن هي جذابة ومثيرة. مش مثيرة بمعنى الجريمة والتشويق، لا، مثيرة بمعنى جدية الفكرة ودسامتها وثرائها. دوروا وأنا هدور. وأنا ما عنديش مانع إنه اللي عنده فكرة مسلسل وعاوز يختبر السطر الذهبي بتاعها هل هو جيد ولا لا، يبعت لي وأنا هقول له رأيي. وهقول لكم على حاجة، بلاش الرسائل المتفرقة اللي هو كومنتات على يوتيوب وكومنتات على فيسبوك ورسائل على فيسبوك. انا هنشر لكم في وصف الفيديو الايميل الشخصي بتاعي، ابعتوا لي عليه وعليه وبس، علشان انا بتوه في الرسائل احيانا. انا عندي كذا صفحة على فيسبوك، بتجيلي هنا وبتجيلي هنا وبتجيلي هنا. فخلونا نتعامل من خلال الايميل فقط اللي انا هنشره في وصف هذا الفيديو. اللي حابب يبعت لي سطر ذهبي عن فكرة المسلسل بتاعه او الفيلم زي ما انتم حابين، يبعت لي وانا هرد عليه على نفس الايميل اللي هيبعت لي منه. يعني مش هرد عليه في رسالة على الواتس ولا على الفيسبوك، ولا هستنى الفيديو اللي جاي ارد عليه، لا، انا هرد على الايميل اللي هيجي لي وفيه هذا السطر الذهبي. وهقول له، يا اما هقول له ان هو قوي جدا وكمل، يا اما اقول له بصراحة لا، دور على حاجة غيره علشان تنجح اكتر. بتمنى ان تكون عودتي يعني مبهجة بالنسبة لكم، وهنتظر منكم زي ما عودتوني مزيد من التفاعل مع هذه السلسلة من الفيديوهات. هنتظر برضو رسائلكم على الإيميل اللي موجود في وصف الفيديو فقط، وهرد بس اسمحوا لي على الرسائل اللي هتجيلي على الإيميل، مش على أي حاجة تاني. نتكلم الحلقات اللي جاية عن إزاي نكتب قصة المسلسل، وإزاي نكتب له معالجة درامية، وإزاي نكتب شخصياته، وإزاي نكتب الحلقات. وهجاوب على كل الأسئلة اللي كانوا الفترة اللي فاتت ناس منكم بيبعتوها لي عن زمن الحلقة بنحدده إزاي، وهل هو بعدد الكلمات ولا عدد الصفحات. كل ده هجاوبكم عنه في الحلقات اللي جاية من كورس كتابة المسلسل التلفزيوني. أتمنى يكون الفيديو ده لاقى إعجابكم. طبعا انا مش من النوع اللي بيقول لايك وشير والكلام ده، لان انتوا الحقيقه تفاعلكم مع القناه احيانا بيخجلني من نفسي ان انا احيانا بقصر لفترات طويله معاكم. فبشكركم واتمنى لكم كل التوفيق. منتظر تفاعلكم مع هذا الكورس الجديد، ومنتظر برضو رسائلكم على الايميل اللي موجود في وصف الفيديو
علشان تعرضوا عليا أفكار ملخصة في سطر أو سطرين فقط، علشان أرد عليكم برأيي، وإن شاء الله نكبر مع بعض وننجح مع بعض. شكرا، وإلى الملتقى قريبا جدا إن شاء الله.